السلام عليكم يا ماما. وعليكم السلام يا حبيبي. ايه اتأخرت كده ليه؟ كنا نتكلم انا والاستاذه ليالي. واتنيلتوا يعني قلتوا ايه؟ اتنيلنا يا ماما، اتنيلنا. ايوه يعني انت رأيك ايه؟ رايي قلته لها. بص يا ماما، من الاخر كده، ليالي عاوزه تساعدني، بس شكل المساعده بتاعتها مش عاجبني الصراحه. مم. والله العظيم يا ابني انا قلت لها كده برضو. قلت لها الحاجات دي مش بتيجي من الست، الكلام ده لازم الراجل هو اللي يطلبها. راجل ايه وست ايه يا ماما؟ انا مش فاهم، انت بتقولي كلام غريب جدا. انت تقصدي ايه؟ الجواز. الجواز مش هي عرضت عليك الجواز يعني؟ جواز ايه يا ماما؟ جواز ايه يا حبيبتي؟ ليالي عايزه تفتح مكتب محاسب قانوني وعايزاني اروح اشتغل عندها. والله والله. اللي في خيبة اللي في خيبة. اتاريها بقى كانت عايزة تديك مرتب وعمولات. هو انت يرضيك يعني يا بطوط اتجوز واخد مرتب؟ ده انا ابقى رخيص قوي. لا يا ابني بعد الشر بعد الشر بعد الشر عنك. انا برضه قلت كده بس بس قلت يمكن الدنيا اتغيرت. لا مش للدرجه دي. ما اتغيرتش. اه. ما اتغيرتش. بس تصدقي يا بطوط، ايه؟ موضوع الجواز بمرتب ده موضوع مغري. عجبك؟ هفكر. انا اتجوز بمرتب يعني. وانا اللي كنت فاكراها جواز.